أن الحسن والحسين كانا في البيت يدافعان عن عثمان رضي الله عنهما جميعا. عثمان رأى أن يقتل خير من أن تكون بين المسلمين فتنة. حصل ما حصل من الفتنة، وكان لا شك هناك نزغ، والتقى الجيشان وأرادا كل منهما، للأسف كان أول مسألة تفاهم، ثم نزغ الشيطان ونزغ الدخلاء في هذا الأمر. ولما كانت عائشة رضوان الله عليها محبوبة من جميع الأطراف، ولما كانت عائشة بنص القرآن الكريم أما لمعاوية وأما لعلي وأما للمؤمنين في ذاك العهد وفي عهدنا، رأوا أن الأمة أن تتدخل في الإصلاح، في إصلاح ذات البين، لأنهم كلهم يحبونها، كلهم. يعني الآن تعرف الأم يكون لها القول في البيت ويكون لها الأثر، وما وجدوا أنه ما في أب وقتئذ يمكن أن يجتمع المسلمون عليه كما اجتمعوا على أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. فأتى الزبير وأتى طلحة وأتى هؤلاء الفضلاء الذين يريدون الإصلاح، قالوا لأمنا ولأمهم: لماذا لا تقومين في الإصلاح؟ لما لها من منزلة في القرآن ولما لها منزلة في المؤمنين. فخرجت تريد الصلح مع قلة من الصحابة، والدليل على ذلك يا إخواننا ما استنفرت الناس، ما دعت إلى القتال، هذا أكبر دليل على ذلك. ما استنفرت كما حصل من استنفار علي للناس واستنفار معاوية، هذا من أكبر الأدلة على ذلك. وخرجت متوجهة إلى العراق رضوان الله عليه، لكن كما تعلمون ونزلت، لكن كما تعلم أن المفسدين في كل مكان الذين يتعاطون بالغيبة بالنميمة بنقل الأقاويل لإشعال النار بين الناس. وحصل أن قتل من جماعة الزبير وطلحة، وبل كما تعلم قتل الزبير، ثم حصل قتلوا أحد الرسل، ولا أريد أدخل في التفاصيل، لأننا في الأصل يا أستاذ يا مسلمون لا نريد إثارة هذا الأمر، لأن الله أمرنا بدفنه، ونحن معشر أهل السنة والجماعة نريد دفنه. لكن لما رأينا الروايات الكاذبة التي تفرق الأمة اضطررنا إلى نقل الروايات الواجب نقلها التي الصادقة التي توحد الأمة. ثم ماذا فعل علي؟ لأنه يعلم أن عائشة ما جاءت للقتال، ولأن عائشة رضوان الله عليهم ما استنفرت الناس، ولأنها جاءت إلى الصلح فأتى بها رضوان الله عليه ودفع لها حرسا، دفع لها حرسا ودفع لها خدما، ثم ردها إلى المدينة سالمة غانمة رضوان الله عليها. وفي كتب الشيعة أدلة على أن الأئمة سموا بناتهم بعائشة، فلماذا اختاروا اسم عائشة؟ عائشة بنت الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. عائشة بنت جعفر ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. عائشة بنت الإمام علي رضا ابن موسى الكاظم. كثر علانية وعلى وسائل الإعلام سواء النت أو سواء الوسائل المقروءة ظهور الشيعة بسب الصحابة علانية، سواء في الكتب أو على مواقعهم أو في وسائل إعلامهم. هذا الظهور الفج القبيح ينبغي أن المسلمين وأهل السنة بالذات يقفوا منه موقف واضح،
الموقف الواضح والفعال ان لا يكتفون فقط بالرد عليه من المنطلق الشرعي او من منطلق البيان ومنطلق العلم، لا، هناك رد قانوني وموجع. يعني في قانون العقوبات المصري المادة 98 فقرة واو بتعاقب بالسجن من 6 أشهر 5 سنوات كل من يقوم بإصدراء الأديان، وسب الصحابة يقع تحت إصدراء الأديان. وكثير من الشيعة اللي قبض عليهم في مصر اتهموا من النيابة بهذا الاتهام بالذات، اللي هي المادة 98 واو. وهذه المادة موجودة في كثير جدا من نصوص قوانين العقوبات في كثير من الدول العربية، اللي هي ما يتعلق بازدراء الاديان او ممكن ما يتعلق تحت لفظ الفتنه الطائفيه او تهديد الوحده الوطنيه، لان كثير من الدول ممكن ان هي تحور في اللفظ، لكن كل ما يتعلق بسب الصحابه ممكن ان يستخدمه اهل السنه لاقامه بلاغ او تحريك دعوه قانونيه ضد من يقوم بسب الصحابه مع تحرير وارفاق الماده اللي تم فيها هذا السب وهذه الجريمه. واعتقد ان الرد الفعل هيكون في تحرك من النيابه العامه في هذا الموقف بصوره واضحه وسريعه، ان فعل سب الصحابه يقع تحت قانون العقوبات في مواد كثير جدا من الدول العربيه. حرب طائفة كاملة ضد امرأة عظيمة، وتنتهي الحرب بالهزيمة للطائفة والنصر لهذه المرأة العظيمة. أضف إليه الأجر والحسنات ورفعة القدر وعلو المنزلة، فالله تعالى رضي عنها ورسوله أحبها ورضي بها زوجة الله، وهي زوجته في الدنيا والآخرة. فمن ذا الذي يناضح الجبل؟ أما هذه الكلمة فهي كلمة موجهة لهؤلاء الشيعة الاثنى عشرية الذين يزعمون ويدعون حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة. الله عز وجل قرن في كتابه بين محمد رسول الله وبين أصحابه. قال الله عز وجل محمد رسول الله، وباقي الآية تحدثت عن الصحابة وعن فضلهم وعن مكانتهم. كذلك أيضا وعدهم الله تبارك وتعالى في آخر الآية بالمغفرة والأجر العظيم الكبير، أجر المبين الذي وعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. أنا أقول لهؤلاء الشيعة الاثنى عشرية بالله عليكم حكموا عقولكم واقرأوا القرآن نظرة متفحصة متأنية. اقرأوا كتاب الله عز وجل وحكموا العقول، فالله عز وجل أنزل هذا القرآن هداية للناس. قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالهداية في هذا الكتاب. وأنا أدعو كل الشيعة الاثنى عشرية أن يقرأوا كتاب الله عز وجل نظرة متفحصة متأنية لينظروا ويعلموا كيف تكلم الله عز وجل عن الصحابة. الله عز وجل بالإيمان في أكثر من 90 موضع من كتاب الله عز وجل. ناداهم الله عز وجل بأهل الإحسان، ناداهم الله تبارك وتعالى بأعمالهم العظيمة داخل هذا الكتاب العظيم، فأثنى الله عليهم في إيمانهم، أثنى الله عليهم في أعمالهم، أثنى الله عليهم في قلوبهم، أثنى الله عليهم في أعمالهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين فهؤلاء هم أهل الهجرة الذين تركوا الأهل والمال والولد نصرة لدين الله عز وجل، والأنصار الذين نصروا الله ونصروا دين الله. قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا ثناء الله على ما دار في قلوبهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا كلام الله على الفقراء المهاجرين. وأما الأنصار فقال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. ثم قال الله عز وجل في آخر آية أولئك هم المفلحون، فسمى الله المهاجرين بالصادقين وسمى الله الأنصار بالمفلحين. أي ثناء بعد ذلك؟ وعدهم الله الجنة، بل ووعد الله تبارك وتعالى من جاء بعدهم واتبعهم بإحسان بجنة عرضها السماوات والأرض والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا كلام الله عز وجل على هؤلاء الأصحاب الأخيار. فهي دعوة لأصحاب العقول، دعوة لأصحاب العقول، دعوة لأصحاب التحرف من الفكر العقيم السقيم، دعوة إلى نظرة متأملة متفحصة لكتاب الله عز وجل الذي نؤمن به جميعا. بالله عليكم قفوا مع أنفسكم وقفة واحدة مع ثناء الله البالغ على الصحابة في القرآن. تعرفوا منزلة الصحابة عند من أنزل القرآن وعند من نزل عليه القرآن.
صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى